السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي العزيز، اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. النهاردة عندنا حلقة نارية فيها كل ما يدور على الساحة الرياضية والأخبار الحصرية. وفي البداية طبعا كان في امبارح ندوة عظيمة جدا عملها كابتن محمود الخطيب. طبعا أثنى فيها على كابتن سيد عبد الحفيظ إن هو من أحد ناشئين النادي الأهلي ونشأ وترعرع داخل جدران النادي الأهلي. عارف كل مبادئ وقيم النادي الاهلي. وده هينقله للاجيال القادمه ان شاء الله باذن الله في المستقبل، لانه ملم بكل ما يدور داخل جدران النادي الاهلي. ونشأ وهو كان طفل برع صغير في النادي، فعارف كل ما يدور داخل النادي الاهلي من اداب واحترام ومبادئ وتاريخ. طبعا كله ده هينقله للاجيال القادمه. فاثنى على كابتن سيد عبد الحفيظ. كذلك الامر طبعا سلمه اللي يعتبر ده تسليم رسمي للمهمه بتاعه الكره داخل النادي الاهلي. كذلك الامر اتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيظ في صناعه القرار. كان الاول بيقول ان هو كان منفذ للقرار، يعني تدرج كمان من ناشئ للاعب، بعد كده مدير كوره، كان افضل مدير كوره وقعد فيها سنين طويله. فكان الاول كان منفذ للقرار، اما دلوقتي كابتن سيد عبد الحفيظ وصل من الخبرات العظيمه جدا اللي تخليه يصنع القرار، ويقوم على يعني متابعه تنفيذه، يقوم كمان على متابعه تنفيذ القرار. فده شيء كبير جدا وثقه كبيره من كابتن الخطيب في كابتن سيد عبد الحفيظ. وطبعا ده لقى شعبيه رهيبه، اول ما قال اسم كابتن سيد عبد الحفيظ لقى شعبيه رهيبه من كل المتواجدين الحضور في الندوه. يعني حاجه عظيمه جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ كل جمهورنا الاهلي عنده شعبيه جارفه. كابتن سيد عبد الحفيظ كذلك الامر قال ان الكوره بتدار كل يوم، وانا خلاص ما عادش عندي الطاقه ان انا ادير كل يوم. لكن كابتن سيد عبد الحفيظ خلاص عنده من الطاقه والباور ان هو يقدر يتابع ده يوميا. فده يعتبر زي ما اتكلمنا قلنا ده تسليم رسمي لمهمه الكره داخل النادي الاهلي لكابتن سيد عبد الحفيظ. هو اللي هيرفع الرايه من بعد كابتن خطيب، لان كابتن خطيب كلنا زي ما كلنا عارفين ان هو هيتجه طبعا للعلاج. طبعا هو قال يعني كابتن محمود خطيب ياما ضحى كتير من اجل النادي الاهلي، وكان دايما وابدا يقول لك انا بترك نفسي للنهايه، كنت دايما وابدا وضع النادي الاهلي في المقدمه، ولكن دلوقتي انا الاول ان انا يعني خلاص ان انا اشوف نفسي وتراجعي عن القرار ده جه بناء عن رغبه الجمعيه العموميه، وكذلك الامر بالنسبه للجمهور. فطبعا كابتن محمود الخطيب تراجع عن ده. كذلك الامر بالنسبه ان هو قال ان انا شفت احد الجماهير وضع بانر قدام منزله ان هو لازم كابتن محمود الخطيب يكون متواجد في النادي. انا واحد من الناس ما كنتش متخيل ان النادي يكون من غير كابتن محمود الخطيب. عمل زي ما قلنا طفره انشائيه، طفره رياضيه عظيمه. كابتن محمود الخطيب خلال الفتره بتاعته اللي قضاها كرئيس للنادي، كذلك الامر من لاعب الى نائب الى امين صندوق الى عضو، كان واخدها تدريجيا كلها كده. يعني كابتن محمود الخطيب يعتبر التاريخ بتاع النادي الاهلي كله هو كان شاهد وحاضر فيه. كل البطولات كلها من بدايه من لاعب لرئيس نادي دلوقتي، بسم الله ما شاء الله كابتن محمود الخطيب عمل شيء عظيم. كذلك الامر بالنسبه لياسين منصور، اثنى عليه وقال قصه مانويل جوزيه، وان هو كان يعتبر هو كان عامل اساسي في وجود مانويل جوزيه خلال الفتره الذهبيه بتاعته والحقبه الذهبيه بتاعت مانويل جوزيه بالجيل التاريخي ده كله. فكان له مساهمات ماديه كبيره جدا، كان اول مره يحكيها، لان كابتن ياسين منصور او الاستاذ ياسين منصور راجل استثماري بحت، كان راجل محب وصديق شخصي لكابتن محمود. فكان بيقوم باعمال كتير جدا الناس كتير ما تعرفهاش، بيدفع من جيبه في بعض الاشياء. فده برضه اثنى عليه كابتن محمود الخطيب. وطبعا دلوقتي زي ما اتكلمنا قلنا ان كابتن محمود الخطيب هيبقى يعني مرتاح في وجود ياسين منصور كنائب في الحته الاستثماريه، وقال ان احنا خلال الفتره اللي جايه دي هيكون في استثمار رهيب جدا. وطبعا زي ما كلنا عارفين دلوقتي ميزانيه النادي الاهلي وصلت ل 8 مليار، حاجه عظيمه جدا جدا جدا. زي ما قلنا كابتن محمود الخطيب عمل شغل رهيب. كذلك الامر بالنسبه للاراضي كلها بتاعت النادي، كلها ملك للنادي، مفيش ولا جنيه على النادي، كلها تحت الملكيه الخاصه للنادي بدون اي رسوم ماديه على النادي. النادي يعني متحكم فيها كامله. فده شيء عظيم جدا جدا بيقدمه كابتن محمود الخطيب. وكذلك الامر بالنسبه لمجلس الاداره اللي كان معاه، عملوا بشيء يعني عملوا عمل عظيم جدا جدا للنادي. فنتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق لكابتن محمود الخطيب في رحلته العلاجيه. وهو كذلك الامر هيكون هو راجل مشرف في الحاجات اللي هي تبقى محتاجه زي نظام بقى، يعني ده الكوتش بقى، يعني قاعد كده الحاجات اللي هي البسيطه كده يقدروا يستشيروه فيها هو كرب للاسره. فنتمنى له ان شاء الله باذن الله الشفاء العاجل، واتمنى النادي الاهلي التوفيق خلال الفتره القادمه. وانا قلت يعتبر ده هيبقى تشكيل الرعب لمجلس الاداره بتاع النادي الاهلي. هنشوف طفره رهيبه في النادي، سواء على في مستوى الكوره او على مستوى الاستثمار والانشاءات والافرع. هتبقى حاجه رهيبه جدا في وجود
كابتن سلمى حفيظ على راس الاداره الكرويه، ووجود ياسين منصور على راس الاداره الاستثماريه والاعمال الانشائيه داخل النادي. فهنشوف طفره رهيبه جدا خلال الفتره القادمه. تاني خبر معانا وهو طبعا صفقات النادي الاهلي في يناير. طبعا زي ما كلنا عارفين النادي الاهلي هيبقى يعتبر يعني الصفقه المحتمله الاولى هتكون هي المهاجم. بنسبه كبيره هيكون منها طبعا اسد الحملاوي، خاصه ان هو مش هياخد منك مكان في القائمه، تعمل كانه لاعب مصري. كذلك الامر برضه ترد مرشح اثنين مهاجمين للجنه السكاوتنج والاداره ان هم يفضلوا ما بينهم، يختاروا حد ما بينهم. فده بالنسبه للمهاجمين. كذلك الامر طبعا اللي هيبقى فيه لاعب خط وسط هيبقى متواجد، هيبقى برضه فلسطيني لو ديانج لم يجدد تعاقده والاهلي مشاه في يناير باعه علشان يستفيد منه ماديا، هيكون محضر البديل بتاعه دائما وابدا على طول اطلاقي، هيحصل تشنج على طول علشان يركب مكانه الترس على طول. كذلك الامر طبعا لازم هيكون عندك ان شاء الله باذن الله يعني مش اقل من اثنين باك شمال هيكونوا متواجدين عندك في يناير ان شاء الله باذن الله. ومن المنتظر كمان ان كابتن ياسين منصور هيكون له تدخل كبير في الصفقات، وهيكون له دعم مادي، هيبقى فيه زي نظام حاجه كده يعني هديه منه كبدايه في المجلس ان شاء الله باذن الله. نتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله للاهلي في اختيار الصفقات، وهتبقى صفقات على مستوى عالي، هتبقى صفقات يعني من نوع خاص، صفقات كواليتي محترم جدا النادي الاهلي هيجيبها خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. زي ما قلنا اتكلمنا وجود ياسين منصور وسعد الحفيظ هتبقى حاجه ثانيه مختلفه، ولكن كل ده هيحدد بعد السوبر. الراجل هيقف طبعا، كله هيجي برضه من خلال المدير الفني تروب، هو اللي هيحدد مين اللي هيبقى متواجد مين اللي مش هيبقى متواجد، المراكز بتاعته هيحددها، فده كله هيتحدد بعد السوبر المصري ان شاء الله باذن الله. الخبر اللي معانا بعد كده وهو طبعا وصول البعثه بامان الله امبارح طبعا، واستقبلتها السفيره المصريه هناك في بوروندي. طبعا الاهلي عمل تمرين خفيف كده يعني فك عضلات، مش تمرين تقيل لان طبعا بعد السفر والرحله المرهقه ديت فكان التمرين خفيف. فطبعا هيبقى فيه هنا معانا التشكيل بتاع النادي الاهلي المحتمل لمباراه ايجل نوار البوروندي. طبعا ان شاء الله باذن الله يكون في حراسه المرمى محمد الشناوي. برضه زي ما قلنا هيبقى اللي هيقود المباراه فنيا هيكون عادل مصطفى. فطبعا مش هيبقى فيه تغييرات كتير، مش هيبقى فيه لعب كتير في بعض الجزئيات، هيبقى نفس التشكيل اللي تكسبه لعبه، والفرقه طبعا منسجمه وبقى فيه هارموني. فهيبدا محمد الشناوي قدام منه ياسر ابراهيم وياسين مرعي، على الشمال هيكون احمد نبيل كوكا، على اليمين محمد هاني، وفي قلب الملعب مروان عطيه، قدام منه تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان، وزيزو هيكون على اليمين وبن شرقي على الشمال. وفي القلب بقى دي هتبقى يعني هيفاضل ما بين جراد يشار او محمد شريف، ولكن هنشوف ان محمد شريف بقى في السرعات والكلام ده كله فممكن هو اللي يكون متواجد، اللي ختم بيه يعني مؤخرا هو اللي هيكون متواجد. نتمنى لهم ان شاء الله باذن الله التوفيق. ويعني ممكن بقى لو هيلعب في مركز او اثنين زي نظام المهاجم كده، او ممكن يحط ديانج في قلب الملعب، بس انا ما حبيتش ان ديانج يكون متواجد مباراه زي كده. ان شاء الله باذن الله بتلعب على المكسب، ان شاء الله باذن الله ربنا يكلل مجهودهم ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، ونرجع ان شاء الله كسبانين المباراه ديت في اول لقاء افريقي لينا في النسخه ديت ان شاء الله باذن الله، ونكون متواجدين بالبطوله في النهايه. اخر خبر معانا طبعا وهو عروض حسام عبد المجيد. اتكلمت طبعا مرارا وتكرارا واتكلمنا ان في كوبري جديد لعبد المجيد. هو مش يعني الاهلي كده كده يعني ما بيلعبش على الحته ديت، ولكن احنا حته تحفيليه كانت على اخواتنا الزملكاويه، ولكن النادي الاهلي اللعيب هيخلص نفسه مش مرتاح في ناديه وهيخلص نفسه ويطلع، احنا ما عندناش اي مشكله خالص في التعاقد معاه. ولكن طبعا في عروض بتيجي لحسام عبد المجيد، خاصه ان كلنا عارفين نادي الزمالك دلوقتي في ازمه كبيره جدا ماديا، فمحتاج ان هو يسوق بعض اللعيبه علشان يقدر يمشي اموره مع اللعيبه. طبعا زي ما كلنا عارفين نادي الزمالك اللعيبه كلها الاجانب ما تاخدش فلوسها، وهو بدا دلوقتي عايز بقدر الامكان يبدا يراضي بعض اللعيبه علشان ما تشتكيش وتفسخ تعاقدها وتمشي. فعايز يلملم الفرقه، فاللي هيحصل ان هو يبدا يسوق بعض اللعيبه ومنهم حسام عبد المجيد لانه عايز يمشي، خاصه برضه ان حسام عبد المجيد خلاص فاضل في عقده مش كتير في يناير اللي جاي. ممكن لو ما اتباعش خلاص هيكون حر التصرف، يوقع في اي نادي ويبقى حر خالص في الصيف، هيوقع لاي نادي هو عايزه. فدي هتبقى طبعا مشكله لنادي الزمالك، مش عايز يقع في نفس المشكله اللي وقع فيها زيزو، ان انا لا استفدت منه ماديا ولا استفدت منه ان هو قاعد وجدد معايا، ما عملش اي حاجه من دي. فهم طبعا جون ادوارد مش عايز ينفذ او عايز يكرر نفس الغلط اللي غلطه نادي الزمالك قبل كده، فجاي له بعض العروض زي ما اتكلمنا طبعا من الدنمارك، وجاي له عرض طبعا برضه اماراتي، عروض اماراتيه، وجاي له عرض من سويسرا، فجاي عروض كتير. فالنادي الزمالك بقى هنا هيلعب على الجزئيه بتاعت ايه الاعلى ماديا، الاعلى استفاده طبعا ماديا، فهيعرض اللاعب في مزاد طبعا اللي هيدفع اكتر. وطبعا عايز برضه من الوكلاء اللي هم بيجيبوا العروض ان هي تيجي العروض من خلال الانديه ما تبقاش من الشركات عشان خاطر ما يبقاش في تلاعب ويساوم هنا، لا ده جاي لي العرض هنا اكتر
جاي لي من هنا يعني زياده، فيبدا يلعب على الحته ديت علشان يبقى يحصل اكبر استفاده طبعا من حسام عبد المجيد لما يجي يخرجه. فان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله حسام عبد المجيد في المرحله بتاعته القادمه والرجوع الى النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا، ووصلت معايا هنا للنهايه. ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه ليصلك كل جديد. وفي الختام، سلام.